عمره الصغير من الطبيعي انه ينعكس على احساسه الشبابي، حماسه الدائم سمح له انه يتميز مش بس بتصاميمه انما بالاحداث اللي بيشارك فيها وبالافكار اللي بيقدمها. المصمم اللبناني أنطوان القارح استقبلنا بدار ازيائه وعنده تعرفنا على تصاميمه وجديده، نحضر سوا هالريبورتاج. هاي انتوا عندي هلا بالاتelier مثل ما شايفين هون بنخترع وبنعمل بساطين وبنجن اذا بدكم. بس برايي خلينا نقول بانترفيو مع سينثيا. أنطوان، خبرتك بمجال الموضة والأزياء طويلة مع أنه صغير بالعمر، وطلعت بفكرة جديدة وهي أنه عم تعطي صفوف تعليم خاصة بالموضة والأزياء، خبرنا أكثر عن الموضوع. هي كانت الفكرة شوي مضبوط مثل ما قلتي، كانت خبرتي قديمة، أنا يمكن درستها بالأول، اشتغلت مع كذا ديزاينر لبناني وعالمي، كمان اشتغلت شوي برا مع ديزاينرز معروفين كثير. رجعت جيت لهون لما بلشت اعطي الكورسز، كانت الفكره انه نعطي شيء جديد غير عن انه نكون عم نعطي كورسز لايك ستايلست، يعني ناخذ التيب ونقول بيلبق لي كما بيلبق لك. كانت الفكره انه نعطي نعلم العالم كيف بلشت الموضه اساسا، كيف يمكن اجى البنطلون على عالم المراه، كيف اجى البوليستر بالقماش، الالوان كيف اجت من اكسسوارز، يمكن البرونزاج لانه بخص بالموضه، كل شيء كيف كان ويدنج دريس اصلا لونه، كيف كل شيء اجى على العالم من موضة. فهيدا يمكن العالم ما كثير تعرف عنه، وكنت بدي فرجي الوجه الثاني للديزاينر، لان كل العالم بتفكر انه الديزاينر يمكن بس بيرسم فستان وبيعمل ديفيلي وشوتينج وهذه هي كلها، ما بيعرف انه في كثير تعب قبل، في لازم يكون في باك جراوند كثير قويه، في ثقافه كثير كبيره تقدري تعملي موضه جديده، ولا تقدر تساعد بالاخر الزبون. اكيد تقدر تساعد الست اللي عم تلبس، تعرفي يكون عندها ثقه اكثر باللي عم تقوليه، لانه بتعرف انه انت عندك باك جراوند، ما عم تحكي بس. ما ذكرت انه خبرتك طويله وانت صغير بالعمر، هل بتحس انه بهالمجال طريق ما كانت القد هينه؟ هلا شو كانت التحديات والصعوبات اللي واجهتها لحتى وصلت مطرح ما انت اليوم؟ هلا بقول لك اكيد كديزاينر بعمري يمكن صغير بالنسبه لناس كثير كبار، بعدني بعتبر حالي صغير كمان. كانت كثير صعبه، لانه انا بتعرفوا اكيد طلعت انا العالم عرفتني من بعد مش فاشن، اكيد العالم ما كانت تعرف كيف اشتغل قبل. كانت كثير صعبه علي اقدر كفي بهذا المستوى وكبر اكثر لاقدر امشي بهذا العالم اللي هو كثير كبير. هو اكثر شيء تحدي لي هو شغلي، يعني الفساتين هن بيتحدوني بس. لبست عدد كبير من المشاهير ان كان من الشرق او من الغرب، وكانت سيرين عبد النور الوجه الاعلاني وما زالت الوجه الاعلاني لدار ازياء أنطوان القارح. ليه اختارت سيرين؟ اخترت سيرين، اخترنا بعض صراحه. هي قبل سيرين كنت لبس كذا حدا من الوجوه الاعلاميه اكثر يمكن من فنانين. سيرين يمكن لانه شكل سيرين كثير بيشبه المرأة اللي انا بحب لبسها، يعني المرأة اللي انا بشوفها بتصاميمي. صارت ثاقبت بيني وبين، كنا اصحاب قبل وحكتني سيرين وعلى حابه تلبس من تصاميمي، وحسيت انه انا وياها كثير قراب، كثير بنتفق، طريقه اللبس اللي هي بتحب تلبسها كثير بتشبه اللي انا بعملها، وحتى طريقه التصاميم بتشبه شخصيتها، فهيك صار في تقارب اكثر بين الشخصيتين، بس نشتغل سوا. ذكرت انه السيده اللي بتحب تلبسها هي سيده مثل سيرين عبد النور، ولكن السيده اللي أنطوان القارح بصمم لها مين هي؟ الست اللي انا بصمم لها هي كل ست بتحلم انه تكون يمكن كلاسيك بس كلاسي بنفس الوقت. بتحب اكيد تكون بتحب الموضه كثير، جلامرس، سكسي بس مش فولجر اكيد. بتحب تكون عم تطير بالفستان، مش حامله فستان كثير في وزن، لانه زمان عم بحب انا بشتغل على هذا السيستم بشغلي. يمكن المرأة اللي بستوحي منها اذا بدك ستارز فيني اقول لك مونيكا بلوتشي.
أنطوان، عادة لما بدك تصمم مجموعة جديدة كيف تشتغل؟ بتكون ديجا حاطط فكرة معينة براسك، من شو بتستوحي لحتى تحس إنه أوكي ها هي الكولكشن اللي عبالي أعملها، تاخذ عدة أفكار تخترع عنوان معين؟ اجمالا الكولكشن بشتغل عليه على طول بتكون مستوحاه من المود اللي انا عايشه، يعني بشتغل على انا احساسي اكثر، لانه بعتبر نحن ارتست وكل فنان اذا اشتغل على احساسه بينجح اكثر وبيقدر يوصل رسالته للعالم. فمشان هيك انا كل كولكشن المود اللي بكون عايشه تقريبا بشتغله بطوره اكثر، بعمل ريسيرش كثير، حتى بكل كولكشن بعمل بوك عنها كرمال بتساعدني كرمال انسبيريشن، وبلش طبق القصص على السطح. هذه بتكون فكره جديده تنبعد عن الروتين اللي معودين عليه، انه صار في مود، فكره ثانيه، احساس عم نعيشه بتقدر توصليه اكثر للعالم. بالكتاب عادة شو بيكون موجود؟ انا بالكتاب بيكون في كل شيء ممكن تستوحي منه للكولكشن، يعني مثلا الكولكشن الماضي كانت شوي بتحكي عن فتره كثير صعبه انا مرقت فيها، فكنت بتشوفي كيف الاسود ممكن يمرق بحياه كل انسان. أنطوان الكارح اليوم شو هدفه وشو مشاريعه المستقبلية؟ هلا الاحلام كثيره، الاهداف كمان كثير كبيره، عم جرب حقق واحد ورا الثاني. من تحضيراتي اذا بدي لك هلا الجديده عم بحضر لكولكشن ارست رح صورها قريبا. مثل ما تعودوا علي على طول بصور بطريقه غريبه، قبل كان ديسبريت هاوس برايد، هالمره رح تكون عن الفيري تيلز، بس اكيد عم ياخذ الفيلوزوف تبع الفيري تيلز. بيرجع كمان في الكولكشن اللي بعدها اللي بعملها كل سنه اللي هي الايفنينج دروسز، موضوع كمان جديد كثير ما رح احكي عنه هلا، خليه كمان سربرايز. احلام ثانيه اكيد بحلم اوصل لبرا، اكون عالمي كثير وهيك. بس في شيء على طول بيسالوني اياه الكل، انه بتحب امتى بتحب تعرض بباريس وهيك. يمكن مش هذا هو حلمي انه اعرض بباريس، بحب اكون عالمي اكيد، بس مش انه هالبيوت انه اعرض بباريس. بالعكس بفضل انه لو نحن كلنا نجتمع الديزاينرز اللبنانيه ونقرر نعمل اسبوع موضه بلبنان ونجيب العالم كله يحضر، لانه بتخيل صرنا كثير مهمين بوسط الموضه وفينا نعمل هيدا الشيء. هيدا هو يمكن حلمي، بكون يصير في اسبوع موضه عالمي بلبنان.